إن الداهة ما هيش خرافة، دي لعنة بتختار ضحاياها بعناية، وانت على بعد دقيقة من إنك تدخل عالمها. اسمع القصة اللي هتشيبك وتخليك تبص حواليك بعد لما الفيديو ده يخلص. الساعة كانت 2 بعد نص الليل، والمكان أرض زراعية آخر البلد، كلها ضلمة وسكون، غير صوت هوا بيحرك ورق الذرة كأنه بيتنفس. محمود شاب عايش في القرية، كان راجع من عند صاحبه بعد فرح بسيط، وماشي وسط الغيط. فجأة سمعها صوت ناعم رقيق بس بارد، كأنه طالع من بطن الأرض. محمود، تعال يا محمود. وقف مكانه، حس برجليه بتتقل، صوته اتحشر في زوره، لف حواليه، مفيش حد. محمود، ما تتأخرش، تعالى، أنا هنا. صوتها بيقرب بس مفيش أي خطوات. قلبه بدأ يدق بسرعة، ورغم الخوف رجله خدت أول خطوة ناحيتها، كأنه مسحور، كأنه الصوت شده خيط خفي. وصل عند شجرة كبيرة، تحتها ترعة قديمة متغطية بضباب تقيل، وهنا شافها واقفة بظهرها، شعرها طويل ونازل مبلول كأنه خارج من مية. لبسها أبيض بس مش نظيف، عليه طين ودم نشف. قال بصوت مرتعش: مين أنتِ؟ لفت فجأة بس وشها كان فاضي، ما فيهوش ملامح ولا عينين، مجرد سواد. ضحكت بس الضحكة كانت جاية من كذا حتة حوالين دماغه، مش من بقها. وفجأة سمع صوت خطوات ورا ظهره، لف بسرعة، مفيش حد. رجع يبص، ملقهاش، لكن الأرض تحته بدأت تهتز، والترعة بتغلي كأنها غسالة دم، وخرجت منها إيدين كتير، كلها طويلة وضعيفة ومليانة طين. ومحمود صرخ بس صوته ما طلعش. ابتدت الإيدين تسحب رجله لتحت، وكل ما يقاوم صوتها يقرب وتهمس: قلتلك ما تتأخرش، تعالى، أنا مستنياك من سنين. الغيط سكت، مفيش غير نعيق بومة، والمكان بقى فاضي. تاني يوم لقوا فردة جزمته على طرف الترعة، وكل يوم حد يعدي من هناك يسمع صرخة ويشوف أثر خطوات داخلة ناحية الشجرة، بس مفيش ولا واحدة راجعة. لو عجبتكم القصة وعاوزيننا نكمل، اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مملكة الرعب.